ليست أمر سهل بن شيخ. أنت ترى بأن رئيس دولة الغابون تدخل من أجل أن تنظم الغابون كأس إفريقيا، يعني حتى لا نحمل الاتحادية فقط ما لا طاقة لها به. مجر، وصلنا أيضا الآن خبر لم نتأكد يعني من صحته، لكن حسب مصادر مطلعة من داخل بيت الاتحاد الإفريقي فإن تونسي بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الكاف عمل ضد مصلحة الملف الجزائري وطعن أيضا روروا في الظهر، ولم يصوت للملف الجزائري الذي حصل فقط على 3 أصوات كما قلنا مجر. ولكن هذا الكلام محمد خطير، لازم دليل، لازم يكون دليل على الكلام هذا. لهذا ما نجمش نرد على الأسئلة هذه قبل ما نعرف واش حصل يعني بالضبط. ويلتحق بنا الآن صحفي بجريدة الهداف نجم الدين سيدي عثمان المطلع على ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس أفريقيا 2017. نجم الدين، مساء الأنوار. مساء الخير زميلي محمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام وللمشاهدين. نجم الدين، في الحصة الماضية قلت الكثير عن غضب روروا، عن إقفاله للهاتف النقال، عن سخطه الكبير ممن طعنه في الظهر. هل رشحت معلومات جديدة اليوم، خاصة أنه يقال بأن التونسي بوشماوي أيضا طعن روروا في الظهر ولم يصوت لملف الجزائر؟ أكثر من ذلك، من التونسي طارق البشماوي لم يطعن فقط الجزائر في الظهر، ولكنه هو المتسبب الأول في تصميم العلاقة بين روروا وحياته. هو من كان ينقل أخبار الصحافة، تقريبا هذا ما يقال من محيط روروا. هو من كان ينقل أخبار الصحافة الجزائرية إلى حياته، كان يقول له أن روروا سيكون منافسك في انتخابات 2017، غير ذلك من الكلام. هذا الأمر دفع حياته والبشماوي إلى تنفيذ مخطط، وهو أن يطلب حياته من روروا ألا يترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للفيفا سنة 2015 بحجة أنها تدوم لمدة 2 فقط، مع وعد بأن يمنحه كأس إفريقيا 2017. كل شيء كان يسير في هذا الطريق، تم تعديل القوانين الخاصة بسن الترشح، كل شيء كان تقريبا بالنسبة لروروا عادي إلى غاية لحظة اختيار الغابون. هنا أحس بالطعنة، أحس بما كان يفعله البشماوي الذي أؤكد أنه انتقم من روروا، لأن روروا هو من أخرجه من رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي. نذكر فقط أنه طارق البشماوي كان رئيس لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي، والجزائر سنة 2013 في كأس إفريقيا لعبت في مجموعة واحدة مع تونس، واشتكت التحكيم السيء للحكم الغامبي كاساما امام تونس. حرمنا الحكم من ضربه جزاء، وفي مباراه الطوق ولو تتذكروا حرمنا الحكم من ركلتي جزاء امام الطوق، والحكم كان من ما عنديش اسمه لكن من اعتقد من مدغشقر. وروروا يومها توعد طارق البشماوي انه سيطرده من لجنه التحكيم للكاف، وفعلا طرده من لجنه التحكيم لصالح صديقه مجدي شمس الدين السوداني. تقريبا اليوم الادوار في هذه افريقيا اليوم. مش بدي اسمح لي ان اقاطعك، هذا لم يصبح مكتبا تنفيذيا للكاف، هذه ساحه معركه وكل شخص يبحث عن مصالحه. اين يتموقع الان روروا؟ يعني يا ريت لو تقربنا من الصوره. هل يعني بين عشيه وضحاها نحن كان يصور لنا روروا بانه الرجل القوي في الاتحاد الافريقي، هو الامر الناهي بعد عيسى حياته، لكن الان شكوك بدات تتسرب للصحفيين وكذلك للجمهور الرياضي عن مدى نفوذ روروا داخل هذا الاتحاد. هل البشماوي وحياته يستطيعان مثلا منع الجزائر من تنظيم حدث بحجم كأس افريقيا؟ نعم، الآن نأكد لك أن روروا تقريبا في وضعية ضعف شديدة. روروا فقد كل شيء، لم يجد إلا مواساة شخص واحد وهو هاني أبو ريدة الذي وقف معه، وكذلك صديقه السوداني مجدي شمس الدين. حتى أنه كان عنده صديق، يعني حسب ما يحكى من تقريبا من مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الإفريقي، كان عنده صديق مقرب جدا في اللجنة التنفيذية يسمى دياكيتي من مالي. هذا الأخير أيضا عمل لصالح الملف الغابوني. لماذا حدث لروروا؟ لماذا فقد نفوذه؟ أسئلة كثيرة تطرح. روروا أقول وأذكر أنه في 2012 في السيشل عمل لصالح حياته وكيف القوانين ضد الإيفواري جاك أنوما حتى لا يترشح لرئاسة الكاف. يومها أصدر قرارا بأن من لا يملك العضوية في المكتب التنفيذي للكاف لا يحق له
الترشح لرئاسه الكاف. اليوم دارت عجله الزمان، وجد نفسه مضطر تقريبا الى التحالف ايضا مع جاك انوما الذي غير محبوب ايضا من طرف عيسى حياته. اليوم لعبه مصالح. لكن جاك انوما ضمن لبلاده نجم الدين، جاك انوما ضمن لبلاده كوت ديفوار تنظيم كاس افريقيا 2021. نعم، ضمن لبلاده كاس افريقيا ضمن لبلاده كاس افريقيا. وحتى الغيني النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي ضمن لبلاده، وخرج بيدين فارغتين. كيف سيرد الان روراوا نجم الدين؟ انت القريب من الوحيد مثل ما قلت لك محمد هو ضروره ترشحه لرئاسه الكاف. الامر صعب وصعب جدا انه يترشح لرئاسه الكاف، خاصه انه يعرف هو المعطيات جيدا. يعرف مثلا انه رئيس الاتحاد عيسى حياته محامي نفسه جيدا. عنده النائب الاول تاعو سوكيتو باتيل من السيشل، والنائب الثاني تاعو المامي كابيلي كامارا من الغينيا. هذو الاثنين تقريبا هما الذراع الايمن والذراع الايسر تاعو. عنده مجموعه خاصه من الاعضاء فهو يمشيهم كما يحب. يعني عنده مثلا نجم الدين بالنسبه لعمليه الانتخابات، يا ريت لو تشرح للجمهور الرياضي كيف في 2017 من لديه الحق للتصويت على رئيس الاتحاد الافريقي، من سيصوت، كم عددهم، ما هي جنسيتهم؟ نعطيك المعلومات بخصوص هذا الامر. منذ 2012 أصبح فقط أعضاء المكتب التنفيذي للكاف يحق لهم الترشح، وهم فقط من يحق لهم الانتخاب. يعني المرشح أمام حياته يجب أن يكون من المجموعة المعروفة متكونة من 19 عضو، يجب أن يكون من هذه المجموعة، والمنتخبين هم هذه المجموعة. يعني مثل ما قلنا في الحصة الخاصة الأخيرة، هي الكاف هذه ماشي جمعية خيرية بل جمعية أشرار. هي عصابة تتحكم في الأمور، تتحكم هم يقرروا، هم يكيفوا القوانين، هم يختاروا. نجم الدين هل الجزائر يمكن القول بأنها الآن حفظت الدرس بعدما خسرت رهان تنظيم كأس أفريقيا 2017؟ هل نستطيع القول بأن الجزائر الآن حفظت الدرس؟ وهل تستطيع الجزائر مساعدة روراوا للوقوف في وجه الديناصور حياته؟ أي درس نحفظه أخي محمد. والدورة المقبلة 2025 تقريبا 4 صفحات متتالية، صفحة 2017 2019 2021 2023. ليس لنا ما نفعله أمام عيسى حياته. والوزير يقول أن سنغير سياستنا مع حياته. كيف تغير سياستك مع حياته وهو يتحكم في المنافسات، هو يتحكم في التحكيم، يتحكم في كل شيء. لو تنوي أي شر ضد حياته هو يقدر يرجع لك. وحتى هنا في الجابون مصطفى بيراط قال كلمة مليحة، أننا ما لازمش نتكلموا كثير عن الجابون، لأننا نروحوا نلعبوا في الجابون في 2017 ممكن يقدروا بالتحكيم، يقدروا بأي شيء يعطلونا. بخصوص ضرورة ترشح روراوا، أنا نأكد باللي اليوم تكلم صديقه ومشارة في تصريحات اليوم، قال أنه الحل الوحيد هو ترشحه لرئاسة الكاف، وطالب الجميع بمساندته بما في ذلك الدولة الجزائرية. ولكن نقول ونسأل ونعاود، هؤلاء الأعضاء المكتب التنفيذي ليس لهم أي سلطة أمام عيسى حياته. هؤلاء هو من أدخلهم. هؤلاء يحصلون على امتيازات كبيرة مقابل تواجدهم في المكتب التنفيذي. مثلا أنه تكون في المكتب التنفيذي لما تحضر الأشغال تأخذ فلوس، عندك أموال، وحتى أمور واحدة أخرى ما نعرفوهاش هنا. يعني مثلا نحكيو اليوم على أورانج، شركة أورانج للاتصالات اللي هي ولات المنافسات كل المنافسات هي بالاسم تاع أورانج، كأس افريقيا أورانج، كأس رابطة الأبطال أورانج. كيف تمت الصفقة هذه ومن نال الأموال وكيف ولماذا؟ وحتى اليوم يعني قريت تقرير اليوم محمد بخصوص هذه الشركة للاتصالات، قالت تحليل ممتاز، قالت أنه هي الفائز الأول من حصول الجابون على كأس افريقيا 2017. لماذا؟ لأن هذه الشركة منعت من دخول السوق الجزائري. هذا المتعامل الفرنسي ثالث أكبر شركة للاتصالات في أوروبا، منعت من دخول السوق الجزائرية. اليوم هي تشارك في الاختيار. نعم، هذه الشركة تشارك في الاختيار بما تمنحه من أموال. عيسى حياته باع لها كل شيء، إلى درجة أنه هل اليوم نسمع مثلا كأس أوروبا مسمات بمتعامل هاتفي؟ هذا لا يصلح. لكن في إفريقيا كل شيء يصلح، ما دام باع لها كل شيء. هي أيضا تتحكم وتمد رأيها في الموضوع، واختارت الجابون
لانها عندها سوق في الجابون. شرائح الشركه هذه موجوده في الجابون، وحتى الرئيس علي بونغو عنده علاقات مع الشركه هذه. نجم الدين سيدي عثمان، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الوافره والغزيره التي افدتنا بها. شكرا جزيلا لك نجم. شكرا زميلي محمد. إذا نجم الدين يبدو أنه لخص وقال كل شيء. بن شيخ أعتقد أنه يجب أن نطوي الآن هذا الموضوع لننتقل. ليست أمر سهل بن شيخ. أنت ترى بأن رئيس دولة الجابون تدخل من أجل أن تنظم الجابون كأس إفريقيا، يعني حتى لن نحمل الاتحادية فقط ما لا طاقة لها به. مجر، وصلنا أيضا الآن خبر لم نتأكد يعني من صحته، لكن حسب مصادر مطلعة من داخل بيت الاتحاد الإفريقي فإن تونسي بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الكاف عمل ضد مصلحة الملف الجزائري، وطعن أيضا روروا في الظهر، ولم يصوت للملف الجزائري الذي حصل فقط على 3 أصوات كما قلنا مجر. ولكن هذا الكلام محمد خطير، لازم دليل، لازم يكون دليل على الكلام هذا. لهذا ما نجمش نرد على الأسئلة هذه قبل ما نعرف واش حصل يعني بالضبط. ويلتحق بنا الآن صحفي بجريدة الهداف نجم الدين سيدي عثمان، المطلع على ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس إفريقيا 2017. نجم الدين، مساء الأنوار. مساء الخير زميلي محمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام وللمشاهدين. نجم الدين، في الحصة الماضية قلت الكثير عن غضب روروا، عن إقفاله للهاتف النقال، عن سخطه الكبير ممن طعنه في الظهر. هل رشحت معلومات جديدة اليوم، خاصة أنه يقال بأن التونسي بوشماوي أيضا طعن روروا في الظهر ولم يصوت لملف الجزائر؟ أكثر من ذلك، من التونسي طارق البشماوي لم يطعن فقط الجزائر في الظهر، ولكنه هو المتسبب الأول في تصميم العلاقة بين روروا وحياته. هو من كان ينقل أخبار الصحافة، تقريبا هذا ما يقال من محيط روروا. هو من كان ينقل أخبار دي كوت ديفوار تنظيم كأس إفريقيا 2021. نعم، ضمن لبلادي كأس إفريقيا ضمن لبلادي كأس إفريقيا، وحتى الغيني النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي ضمن لبلاده، وروروا خرج بيدين فارغتين. كيف سيرد الآن روروا نجم الدين؟ أنت القريب من الوحيد مثل ما قلت لك محمد هو ضرورة ترشحه لرئاسة الكاف. الأمر صعب وصعب جدا أنه يترشح لرئاسة الكاف، خاصة أنه يعرف هو المعطيات جيدا. يعرف مثلا أنه رئيس الاتحاد عيسى حياته محامي نفسه جيدا، عنده النائب الأول تاعو سوكيتو باتيل من السيشل، والنائب الثاني تاعو المامي كابيلي كامارا من الغينيا. هذو الاثنين تقريبا هما الذراع الايمن والذراع الايسر تاعو. عنده مجموعه خاصه من الاعضاء، فهو يمشيهم كما يحب. يعني عنده مثلا نجم الدين بالنسبه لعمليه الانتخابات، يا ريت لو تشرح للجمهور الرياضي كيف في 2017 من لديه الحق للتصويت على رئيس الاتحاد الافريقي، من سيصوت، كم عددهم، ما هي جنسيتهم؟ نعطيك المعلومات بخصوص هذا الامر. منذ 2012 أصبح فقط أعضاء المكتب التنفيذي للكاف يحق لهم الترشح، وهم فقط من يحق لهم الانتخاب. يعني المرشح أمام حياته يجب أن يكون من المجموعة المعروفة متكونة من 19 عضو، يجب أن يكون من هذه المجموعة، والمنتخبين هم هذه المجموعة. يعني مثل ما قلنا في الحصة الخاصة الأخيرة، هي الكاف هذه ماشي جمعية خيرية بل جمعية أشرار، هي عصابة تتحكم في الأمور، في تتحكم، هم يقرروا، هم يكيفوا القوانين، هم يخص الصحافة الجزائرية إلى حياته. كان يقول له أن روروا سيكون منافسك في انتخابات 2017، غير ذلك من الكلام. هذا الأمر دفع حياته والبشماوي إلى تنفيذ مخطط، وهو أن يطلب حياته من روروا ألا يترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للفيفا سنة 2015 بحجة أنها تدوم لمدة 2 فقط، مع وعد بأن يمنحه كأس إفريقيا 2017. كل شيء كان يسير في هذا الطريق. تم تعديل القوانين الخاصة بسن الترشح، كل شيء كان تقريبا بالنسبة لروروا عادي إلى غاية لحظة اختيار الجابون. هنا أحس بالطعنة، أحس بما كان يفعله البشماوي، الذي أؤكد أنه انتقم من روروا، لأن روروا هو من أخرجه من رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي. نذكر فقط أنه طارق البشماوي كان رئيس لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي،
الجزائر سنه 2013 في كاس افريقيا لعبت في مجموعه واحده مع تونس، واشتكت التحكيم السيء للحكم الغامبي كاساما امام تونس، حرمنا الحكم من ضربه جزاء. وفي مباراه الطوغو لو تتذكروا حرمنا الحكم من ركلتي جزاء امام الطوغو، الحكم كان من ما عنديش اسمه لكن من اعتقد من مدغشقر، ورا يومها توعد طارق البشماوي انه سيطرده من لجنه التحكيم للكاف، وفعلا طرده من لجنه التحكيم لصالح صديقه مجدي شمس الدين السوداني. تقريبا اليوم الادوار في هذه افريقيا اليوم. نجم الدين اسمح لي ان اقاطعك، هذا لم يصبح مكتبا تنفيذيا للكاف، هذه ساحه معركه وكل شخص يبحث عن مصالحه. اين نجم الدين هل الجزائر هل الجزائر يمكن القول بانها الان حفظت الدرس بعدما خسرت رهان تنظيم كأس أفريقيا 2017؟ هل نستطيع القول بأن الجزائر الآن حفظت الدرس؟ وهل تستطيع الجزائر مساعدة روراوة للوقوف وجه الديناصور حياته؟ أي درس نحفظه أخي محمد، والدورة المقبلة 2025 تقريبا 4 صفعات متتالية، صفعة 2017 2019 2021 2023. ليس لنا ما نفعله أمام عيسى حياته، والوزير يقول أن سنغير سياستنا مع حياته. كيف تغير سياستك مع حياته وهو يتحكم في المنافسات، هو يتحكم في التحكيم، يتحكم في كل شيء؟ لو تنوي أي شر ضد حياته هو يقدر يرجع لك. وحتى هنا في الجابون مصطفى بيراط قال كلمة مليحة، أننا ما لازمش نتكلموا كثير عن الجابون لأننا نروحوا نلعبوا في الجابون في 2017 ممكن يقدروا بالتحكيم، يقدروا بأي شيء يعطلونا. بخصوص ضرورة ترشح روراوة، أنا نأكد باللي اليوم تكلم صديقه مشارة في تصريحات اليوم، قال أنه الحل الوحيد هو ترشحه لرئاسة الكاف، وطالب الجميع بمساندته بما في ذلك الدولة الجزائرية. ولكن نقول ونسأل ونعاود، هؤلاء الأعضاء المكتب التنفيذي ليس لهم أي سلطة أمام عيسى حياته، هؤلاء هو من أدخلهم، هؤلاء يحصلون على امتيازات كبيرة مقابل تواجدهم في المكتب التنفيذي. مثلا أنه تكون في المكتب التنفيذي لما تحضر الأشغال تأخذ فلوس، عندك أموال، وحتى أمور واحدة أخرى ما نعرفوهاش هنا. يعني مثلا نحكيو اليوم على أورانج، شركة أورانج للاتصالات اللي هي ولات المنافسات كل المنافسات هي موقع الآن روراوة. يعني يا ريت لو تقربنا من الصورة، هل يعني بين عشية وضحاها نحن كان يصور لنا روراوة بأنه الرجل القوي في الاتحاد الإفريقي، هو الآمر الناهي بعد عيسى حياته، لكن الآن شكوك بدأت تتسرب للصحفيين وكذلك للجمهور الرياضي عن مدى نفوذ روراوة داخل هذا الاتحاد. هل البشماوي وحياته يستطيعان مثلا منع الجزائر من تنظيم حدث بحجم كأس أفريقيا؟ نعم، الآن نأكد لك أن روراوة تقريبا في وضعية ضعف شديدة. روراوة فقد كل شيء، لم يجد إلا مواساة شخص واحد وهو هاني أبو ريدة الذي وقف معه، وكذلك صديقه السوداني مجدي شمس الدين. حتى أنه كان عنده صديق، يعني حسب ما يحكى من تقريبا من مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الإفريقي، كان عنده صديق مقرب جدا في اللجنة التنفيذية يسمى دياكيتي من مالي. هذا الأخير أيضا عمل لصالح الملف الجابون. لماذا حدث لروراوة؟ لماذا فقد نفوذه؟ أسئلة كثيرة تطرح. روراوة أقول وأذكر أنه في 2012 في السيشل عمل لصالح حياته وكيف القوانين ضد الإيفواري جاك أنوما حتى لا يترشح لرئاسة الكاف. يومها أصدر قرارا بأن من لا يملك العضوية في المكتب التنفيذي للكاف لا يحق له الترشح لرئاسة الكاف. اليوم دارت عجلة الزمان، وجد نفسه مضطر تقريبا إلى التحالف أيضا مع جاك أنوما الذي غير محبوب أيضا من طرف عيسى حياته. اليوم لعبة مصالح. لكن جاك أنوما ضمن لبلاده، نجم الدين، جاك أنوما ضمن لبلاده